السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض الفاصوليا الخضراء. احنا كنا فرزناها مع بعض قبل كده، انا حبيت اعملها معاكم علشان نشوف لونها بعد ما قعدت معانا في الفريزر فترة كبيرة. عايزة اقول لكم ان هي هتفضل معاكم الفترة، يعني طول السنة لمدة سنة كاملة. مش لونها مش هيغير ولا طعمها هيغير، وزي ما انتوا شايفين انا مطلعاها من الفريزر مش ماسكه في بعضها، متفرطه زي ما انتوا شايفين اهي. باخد منها لو عايزه بعمل من شوربه خضار، يعني احطها في شوربه خضار بطلع زي ما انا عايزه. وزي ما انتوا شايفين كمان لونها حلو جدا، وتقعد معانا لحد ما تطلع الفاصوليا الجديده وهي بنفس اللون. لونها مش بيغير ولا والله طعمها كمان. وجربوها وان شاء الله هتدعولي. يلا بقى مع بعض نشوف هنعمل الفاصوليا ازاي. انا عندي هنا هنحط يعني معلقتين زبدة، ممكن زبدة زيت زي ما انت حابة تعمليها ازاي. انا بحط كمان على الزبدة معلقة واحدة زيت كده علشان الزبدة بتاعتي ما تتحرقش. وعندي كمان بصلة كده مفرومة، بعد ما الزبدة تسيح هبتدي اضيفها. حطينا البصلة المفرومة وكمان معلقة توم مفروم. انا هنا النهاردة هعمل الفاصوليا بتاعتي ني في ني، مش هعملها مسبكة يعني. طعمها كده جميل جدا، يعني بطريقة مختلفة بس حلوة قوي، يعني الطريقة دي انا بفضلها. وهبتدي بقى اضيف الفاصوليا بتاعتي زي ما انتوا شايفين، قلنا لونها جميل وطعمها مش بيغير خالص. انا معتمدة الطريقة دي، لو جربتوها ان شاء الله هتدعولي. هنبتدي بقى نشوح الفاصوليا مع البصل والثوم والزبدة كده لحد ما لونها يوضح معانا كده، تدي لون اخضر خالص كمان كده. لونها بيفتح كمان لما بنشوحها. وبعد كده هنضيف لها عصير الطماطم. تمام كده. بعد كده بقى هنضيف نص معلقة او ربع معلقة سكر كده علشان حموضة الطماطم. وهنضيف الملح. هنضيف بقى البهارات بتاعتنا، نص معلقة كزبرة ونص معلقة كمون، وكمان ربع معلقة صغيرة فلفل اسود. هنقلب بقى الكلام ده كله ونغطي بقى على الفاصوليا بتاعتنا لحد ما الطماطم تغلي معانا بالشكل ده. اول ما هتغلي معانا كده وهتبتدي تتسبك والصلصه تقل شويه، هنضيف لها الشوربه بقى، ويفضل تكون شوربه لحمه. طبعا شايفين الفاصوليا لونها حلو قوي. بعد ما ضفنا الشوربه هنسيبها بقى لحد ما تكمل سوا. وتمام كده الفاصوليا بتاعتنا استوت زي ما انتوا شايفين، قوامها جميل ولونها حلو. ممكن كمان لو حابة تحطي اللحمة في قلبها، يعني تكملي، يعني اللحمة تبقى 3/4 سوا، او بعد ما تستوي تخليها تغلي فيها غلوة، بتخلي طعمها حلو قوي. وبألف هنا وشفا. وان شاء الله هحط لكم طريقة تفريز الفاصوليا في صندوق الوصف، ان شاء الله تجربوها وبإذن الله هتدعولي. والسلام عليكم ورحمة الله.